بيبدأ فيلمنا النهاردة مع صوفي وهي بتستعد لأول يوم شغل ليها كمديرة في دار نشر. وأول ما بتوصل صوفي بتقابل المدير التنفيذي راني وبترتب اجتماع مع الموظفين علشان ترحب بيهم، لكن الموظف الفني المؤقت اللي اسمه ماكس بيوصل متأخر على الاجتماع وبيعمل دوشة في المكتب كله بسبب تأخيره. وبنشوف صوفي لما بتروح مكتبها بتسمع صوت مزعج جاي من الحيطة وبتكتشف إنه ماكس هو اللي عمل الدوشة دي، فبتطلب منه يشتغل بعد مواعيد الشغل علشان الموظفين يعرفوا يشتغلوا بهدوء. وبعد كده صوفي بترجع البيت وبتتكلم مع جوزها يوهان عن أول يوم ليها في دار النشر، وبتقوله إن الشركة محتاجة مجهود ووقت علشان تتطور. وقت النوم صوفي بتدخل الحمام وبتتفرج على فيلم علشان تريح أعصابها من التوتر. وتاني يوم في الشغل صوفي بتكون في مكتبها كالعادة وبتسمع دوشة تاني وبيكون سببها ماكس برضو، فبتتخانق معاه وبتقوله تاني إنه يشتغل بره مواعيد شغل الموظفين لأن الدوشة دي بتمنعهم من التركيز. وبنشوف صوفي بتسهر وبتتأخر في دار النشر بعد ما الموظفين بيمشوا، فبتقرر تتفرج على أفلام إثارة لأنها حاسة بقلق. وماكس بيكون موجود وبيشوفها وهي بتتفرج على الأفلام دي وبيصورها من غير ما تاخد بالها. وتاني يوم ماكس بيستنى صوفي بره مكتبها وبيقول لها إنه عارف هي بتعمل إيه لوحدها وبيفرجها على الموبايل، وماكس بيسخر من تصرفات صوفي. بعد كده بنشوفها وهي بتدور على معلومات عنه، فبتكتشف إنه شاب فقير، فبتقرر تستغل فقره ده لمصلحتها، فبتعرض عليه فلوس في مقابل إنه يمسح الصور من موبايله. وبنلاقي ماكس بيستغل الموقف وبيطلب منها تعزمه على الغدا معاها، فصوفي بتنفذ طلب ماكس وبتوافق تتغدى معاه. ووقت الغدا ماكس بيسأل صوفي ليه بتتفرج على أفلام الإثارة، لكن صديقة صوفي بتقاطعهم. وبعد كده ماكس بيأكد لصوفي إنه مسح الصور من على موبايله، لكن هي بتفضل شاكة فيه، فبتاخد موبايله معاها. ولما بترجع الشغل بتحس بفرحة الانتصار على ماكس. وفي اللحظة دي دينيز وفريدريك بيتخانقوا بسبب محادثات مش مناسبة على حساباتهم الشخصية، وهم فاكرين إن حد اخترقهم، فبيلجأوا لماكس علشان يحل المشكلة. لكن ماكس بيقول لهم إنه محتاج موبايله عشان يعرف يساعدهم اللي لسه مع صوفي، فصوفي بتستوعب إن ماكس خطط للموقف ده كله علشان ياخد موبايله منها، فبتعجب بذكاء ماكس لأنه قدر يرجع موبايله بنجاح. وبعد كده صوفي بتروح الحمام وبتحط روج وبتطلع تديه لماكس، وبتقرر تلعب معاه وبتقوله إن لون الروج ده بيمثلها أكتر حاجة، وبتسأله إزاي ممكن تسترجعه منه. وتاني يوم ماكس بيبعت لصوفي ظرف عن طريق السكرتيرة وبيطلب منها إنها تزعق في أي حد غيره، وبيشرح لها إن اللعبة بتقول إن اللي معاه الروج يقدر يطلب طلب من التاني ولازم ينفذه من غير اعتراض. فصوفي بتبدأ تدور على أي موظف وتزعق فيه زي ما ماكس طلب، لكن مش بتلاقي غير السكرتيرة اللي بتسيب المكتب من غير إذن. لكن السكرتيرة بتفكر صوفي إنها طلبت تستأذن بدري، وهي مش عارفة إن ده جزء من لعبة من ماكس وصوفي. فصوفي بترجع مكتبها وبتتفرج على ماكس وهو فرحان. وتاني يوم الصبح صوفي بتسيب دار النشر وهي متعصبة وبتخبط في واحد سايق عجلة وبيتخانقوا، لكن ماكس بيتدخل بعد ما بيسمع صوت صوفي وبينظم الأوراق اللي وقعت منها وبيرجع لها الروج، وبيشاور لها إن جه دورها تطلب طلب منه. وفي الليلة دي صوفي وجوزها يوهان بيحضروا حفلة، لكن هي بتحس إنها مش مرتاحة، خصوصاً إن يوهان بيقلل منها قدام أصحابه. فصوفي بتلجأ لماكس علشان يخفف عنها التوتر وبتبدأ لعبتها معاه، وبتبعت له رسالة تطلب منه يعمل فوضى ودوشة متعمدة في اجتماع تاني يوم في دار النشر. وفعلاً تاني يوم الموظفين بيتفاجئوا لما عمال النظافة بيوصلوا قبل الاجتماع ما يخلص، لأن ماكس كذب عليهم وقال لهم إن صوفي عزمتهم على قهوة كنوع من الشكر. وبكده ماكس بينفذ طلب صوفي. وبعد كده ماكس بيقابل صوفي في مكتبها وبياخد منها الروج كإشارة إن جه دوره إنه يطلب طلب. وفي نفس الليلة ماكس بيبعت رسالة لصوفي يطلب منها تيجي الشغل بدري وهي لابسة زي مغنية بوب من التسعينات. فصوفي بتنفذ كلامه وبيتفاجئ كل الموظفين بلبسها الغريب ما عدا ماكس. وصوفي بتشكر ماكس على نجاحه في مهمته وبترجع له الروج، لكن ماكس بيبوسها في الشارع من فرحته بالنجاح. وتاني يوم صوفي بتزور مدرسة بنتها إيزابيلا وبتقابل المدرسة وبتقول لها إن إيزابيلا شاطرة في دراستها بس انطوائية واهتماماتها مختلفة عن أصحابها. والمدرسة بتطلب من صوفي إنها تهتم بالموضوع ده مع بنتها. وفي الأيام اللي قبل معرض الكتاب صوفي بتلاحظ إن أوضتها قصاد أوضة ماكس، وجه دورها تطلب طلب لأن روج لسه معاها،
فبتسيب ورقة على باب ماكس وبتطلب منه يعمل حاجة تلفت نظر كل اللي في المعرض. فماكس بيطفي كل الأضواء في المعرض وبيهرب وبينفذ طلب صوفي، وبيظهر تاني بعد كده في المعرض، وصوفي بتبارك له وبتروح أوضتها وبتستنى ماكس، لكن بتسمع دوشة جاية من أوضته، فبتبص من خرم الباب وبتشوفه واقف بتوتر بره بابها. وتاني يوم في المؤتمر الصحفي صوفي وماكس بيتغدوا مع موظفين دار النشر، وصوفي بتشوف ماكس وهو بيتكلم مع السكرتيرة وبتغير، فبتقوم وبتوشوشه في ودنه وبتطلب منه يخلي الغدا ده أحلى. فماكس بيلاحظ إن المطبخ فاضي وبيقرر يحط مخدر في الحلويات، وماكس بيحذر صوفي إنها ما تاكلش الحلوى قبل ما ينفذ خطته، والكل بياكل الحلويات بشراهة. وفي المؤتمر الصحفي فريدريك ودينيز بيتخانقوا وكل الموظفين بيغمى عليهم من المخدر ما عدا صوفي وماكس. وتاني يوم صوفي بتطلب من ماكس يروحوا حمام السباحة سوا، وبيستمتعوا بوقتهم سوا وبيرجعوا الفندق لأول مرة. وبعد معرض الكتاب الموظفين بيرجعوا دار النشر، لكن ماكس مش بيشوف صوفي وبيعرف إنها بتشتغل من البيت بقالها 3 أسابيع، وبيحس بالضيق وبيحاول يتصل بيها بس هي مش بترد. فبنلاقي ماكس بيزور صوفي في بيتها وبيواجهها بإنها بتطنش مكالماته، فصوفي بتقوله إن علاقتهم غلط. وفجأة يوهان بيوصل البيت وبيلاحظ وجود ماكس، فصوفي بتكذب وبتقول إن ماكس جه يصلح غسالة الأطباق، وماكس بيمثل إنه بيصلحها لكن بيتعصب وبيمشي وبيقرر إنه مش هيكلم صوفي تاني. وتاني يوم صوفي بتروح دار النشر وبتعتذر لماكس وهو بيسامحها وبيعزمها على بيته اللي عايش فيه مع ناس تانية، وبيقضوا اليوم سوا. وماكس بيقول لها إن والدته مش بتحبه لأنها شايفاه شاب لعوب. وتاني يوم الصبح صوفي بترجع الشغل، والسكرتيرة بتلاحظ قربها المتزايد من ماكس وبتحذره إنها ممكن تبلغ عن صوفي لأنها بتستغل منصبها علشان تقرب من شباب أصغر منها. فماكس بيتجاهل كلامها وبيستنى فرصة يتكلم مع صوفي، فصوفي بتعرض عليه الروج في مقابل إنه يزور مامته ويقضي عيد ميلادها معاها، وماكس بيوافق. وهي في البيت صوفي بتجهز كحك لبنتها إيزاديلا، لكن يوهان بيسخر منها كالعادة، فصوفي بتدخل الحمام وبتعيط لوحدها. وفي نفس الوقت ماكس بيزور مامته وأخوه الصغير، وأخوه بيسأله هو خاطب ولا لأ، وماكس بيقوله إنه في علاقة مع ست جميلة وبيوريله صورة صوفي. فمامة ماكس بتتخض لما بتشوف ابنها في علاقة مع ست كبيرة ومتجوزة وعندها طفل. وفي الوقت ده يوهان بيفاجئ صوفي بإنهم عايز ينقلوا لندن وبيطلب منها تسيب شغلها، فصوفي بتتعصب لأن يوهان ما فكرش ياخد رأيها. وبعد كده في دار النشر صوفي بتبلغ روني إنها بتخطط إنها تنقل لندن مع جوزها وبنتها، فماكس بيسمع الكلام ده وبيواجه صوفي قدام الموظفين، فبيخرجوا بره علشان يتكلموا. وصوفي بتقول لماكس بعصبية إن علاقتهم جنان مش حب، وبتعترف إنها ندمانة إنها قابلته. وبعدين بترمي الروج، وصوفي بتأكد لماكس إن مفيش حاجة باقية بينهم. فماكس بيتحطم وبيرجع الشغل، لكن فجأة بيقع مغمى عليه وبيفوق وبيعيط بحرقة. وفي اللحظة دي كمان صوفي بتكون قلبها مكسور وبتتمنى معجزة علشان ترجع لماكس. وتاني يوم يوهان بيقترح إنهم يخرجوا مع أصحابهم علشان يخففوا التوتر اللي بينهم، وكالعادة يوهان بيقلل من صوفي قدام أصحابه وبيقول إن أبوها مجنون. بس المرة دي صوفي بتقف قصاده وبترد عليه بحدة قدام الكل، وبتقتحم دار النشر وهي لابسة روب حمام، وبتوقف اجتماع والست بتقطع عقد شغلها بسبب تصرفاتها. وبعد كده صوفي بتسيب الاجتماع وماكس بيمشي وراها، والسعادة بتغمر قلب ماكس لما بيحس إن صوفي ما نقلتش لندن لأنها وقعت في حب. وكده بيخلص الفيلم، وفي النهاية ما تنساش بقى تدعمنا بلايك وتشترك في القناة عشان تشوف الملخصات الجاية واللي أكيد هتعجبك. ونشوفكم المرة الجاية. باي باي.